شايفين برتقان، شايفين عصير البرتقان، شايفين اللون يعني اهم حاجه اللون. عايزه اقول لكم العصير طلع تحفه تحفه. تعالوا نشوف العصير ده احنا عملناه ازاي بكل تكاته وكل حركاته. يلا بينا نبدا الفيديو بسرعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والصلاه والسلام على رسول الله. حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. تعالوا بقى، انا عندي كام برتقانه كده محيرني، بصوا محيرني. قلت للعيال ايه، استنوا ايه هقوم اعملهم لكم كده عصير روعه. لسه تعصري؟ لا، قلت لهم مش هعصر، اصبروا، انا لازم ابهركم بقى. جبت طبعا حله زي ما انتم شايفين، بصوا بتغلي ازاي، لازم توصل لدرجه الغليان دي. وجبت معايا جزر قطعته زي ما انتم شايفينه كده، هنزل بيه كده في الميه المغليه. حلو لحد كده، حلو. جبت البرتقان بتاعي، البرتقان اللي بناكله مش اللي بنعمله عصير، البرتقان اللي بناكله، وهنزل بيه كده في الميه بس اهو. وهسيبه بقى يعيش حياته لحد ما ايه، ما يغلي معايا. بصوا بقى، انا حطيت طبعا برتقان مغسول ومتظبط. هحطه بقى زي ما انتم شايفين اهو، خلاص كده، وهقوم مغطيه عليه وهسيبه. هوريكم انا عايزاه يبقى عامل ازاي. بصوا بقى عامل ازاي. بصوا، تعالوا بقى نعمل كده. يبقى كده تمام اهو. دخلي السكينه كده تلاقي دخلت معاكي، يبقى انت كده ماشيه صح والبرتقان استوى. تعالوا بقى نطلعه ونسيبه يبرد ونشوف ايه الخطوه الجايه. تعالوا بقى بصوا بقى كده معايا البرتقان بتاعي. عايزه اقول لكم بقى شكله حلو قوي وهو مسلوق كده، مش عارفه ليه. تعالوا بقى، هجيب البرتقانه، هشيل من هنا الحته ديت، وهشيل الحته ديت، تمام. وهقطعها عادي جدا اهو، 4/4 عادي، يعني تقطيع اللي هو ايه، العادي اهو كده. وهمسك بالمنظر دوت. شفتوا بقى انا قطعته ازاي، قطعتها ازاي. جبت شفشق الخلاط وهقطع كل الكميه بتاعتي واحطها في الشفشق بتاعي. طبعا انا مش هعمل يعني، خليت التلاتة دول هضربهم برضو لوحديهم علشان ما يبقاش يعني ما يتضربش كويس. هنزل هنا بنص كوبايه الميه، عليها نص كوبايه السكر طبعا عشان انا لسه هخلي الباقي. طبعا ما تنسوش ان احنا في جزر احنا سالقينه اهوت بعد ما اتسلق. برضو انا هنزل هنا بايه، بنص. نضربه بقى ضربه كده معتبره في الخلاط ونرجع لبعض. ضربته ضربه جامده جدا جدا جدا. جبت بقى معايا طبق، وجبت معايا مصفى عشان اصفي فيها. هنزل كده كل البرتقال بتاعي بالمنظر ده. واقوم جايبه بقى ايه، معلقه يا حلوين، ونعمل بقى بصوا اهي. انا بحب المصفى دي قوي عن المصافي التانية. التانيين صراحه بيطلعوا عيني اهي. وتفضلي بقى ايه، تعملي كده 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 كده، العبي بقى العبي. نادي عيالك يعملوا، لان الموضوع بيبقى طويل شويه. ايوه، وتفضلي بقى يمين وشمال ويمين وشمال. شايفين بقى الجمال؟ بصوا بقى الحلاوه، عايزه اقول لكم فظيعه. تمام. تعالوا نجرب كده قبل ما نخزن ونعمل منه في اكياس. تعالوا نعمل كده كوبايتين تيست ونشوف هيطلع ايه بالظبط. ادي الخلاط حطيت فيه قيمه كوبايتين او كوبايتين ونص. هنزل بالميه بقى بتاعتي والسكر بتاعك حسب الرغبه بقى. شوفي انت بقى بتحبي مسكر، خلاص. المرحله بقى اللي هي الاولانيه دي خلاص، احنا دلوقتي هنحط سكر حسب الرغبه بتاعتك. انا احط 5 يعني بقيمه معلقتين لكل كوبايه. نضرب ونرجع. بصوا بقى حلوين، تعالوا بقى اوريكم هنخزنه ازاي. انا جبت كيس التلاجة بتاعتنا العاديه جدا يا جماعه، والله يعني بصوا عادي جدا اهي. احنا طول عمرنا بنخزن فيها والحياه حلوه وجميله. هنحط بقى فيها على قد ايه استعمالك. اديني خلصت اهوت يا حلوين العصير الاورنج. بصوا اللون فظيع. فظيع. تعالوا بقى كده بقى ندوق. الجمال ده. استنوا اخد كمان شفطه. جميل جدا. لا بجد يستاهل ان انتوا تجربوه. تمشوا على التكات، مفيهوش مراره اصلا، مفيهوش اي حاجه. وجوسي كده، بس والله العظيم تحسوا ان هو جوسي كده، تقيل كده في نفسه كده، وروعه. لا روعه. بصوا يا جماعه، طلعوا معايا ايه، طلعوا الشفشه ده كله. طلعوا معايا الكيسين اهمت اللي هعينهم. وبرده الشفشه ده مش هخبي عليكم انا هعينهم، بس ده لزوم التصوير بقى والحركات يعني. طلع معايا كميه جامده جدا ومغذي ومفيد. والجزر احنا كلنا عارفين الجزر ايه يعني، فوائده فظيعه فظيعه فظيعه.
فطعمه على فكره بقى. انا عايزه ايه اخلص معاكم الفيديو واقعد اشرب. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. طبعا ده كله هنعينه عشان رمضان. كل سنه وانتم طيبين. تطلعي على طول قبل الفطار، تضربي تحطي كوبايه ونص ميه على كوبايه، على نص كوبايه سكر، وشربي بقى عيالك. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، فيديو تخزين البرتقال. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وتنسونيش بقى في اللايك والشير. واشوفكم في فيديو جديد من مطبخ سيلي صلاح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.